عزيزي المشجع الكرة الجميل، يا ترى مين الاتنين اللي قدامك دول؟ اكيد انت عارف واحد منهم، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. اما التاني فهو رئيس نادي برشلونة الاسباني خوان لابورتا. خوان لابورتا النهارده كان في استضافة كابتن محمود الخطيب داخل جدران نادي برشلونة الاسباني. لك ان تتخيل رئيس النادي الاهلي في استضافة رئيس نادي برشلونة الاسباني. يعني هات لي نادي في افريقيا بيتحط في المكانة اللي النادي الاهلي بيتحط فيها. يعني تدور مهما تدور واعمل اللي انت عايزه مش هتلاقي. يا ترى كابتن محمود الخطيب النهارده كان بيعمل ايه في اسبانيا؟ تعالى وانا اقول لك، صلي على النبي الاول وتعالى اقول لك. كابتن محمود الخطيب كان في ضيافه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونه الاسباني. ليه؟ اكيد مش زياره عابره كده، لان كابتن محمود الخطيب ما بيخطيش خطوات زي دي لله وللوطن، لا، اكيد خطوه محسوبه ومدروسه ولها عده اسباب. اهمها كابتن محمود الخطيب كان بيناقش مع خوان لابورتا التجربة في تطوير ملعب نادي برشلونة الأسباني علشان يستفيد منها، وطريقة إنشاء متحف برشلونة. يعني هو مش رايح يزوره عشان يشرب معاه قهوة وشاي وصاحبي وحبيبي وأخويا وعامل إيه يا زميلي وبتاع. الراجل رايح لأجل هدف معين، عايز يعرف طريقة تطوير ملعب برشلونة كانت عاملة إزاي، وطريقة إنشاء المتحف. يعني مع كابتن محمود الخطيب في دماغه طبعا استاد النادي الاهلي بيتعمل، فعايز يستفيد من كل التجارب، ومفيش افضل من برشلونه الاسباني ان كابتن محمود الخطيب يحاول يستفيد منهم. يعني بخلاف ان هو ناقش مع اخوان لابورتا ازاي يقدر يحقق موارد ماليه من الملعب والمتحف. فده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في ضيافه اخوان لابورتا رئيس نادي برشلونه الاسباني. وفي ناس هنا بتوقفوا من القيد مرة واثنين وثلاثة واربعة في الموسم الواحد، مش هقولك اكتر من كده. فلك فخر ان انت تكون اهلاوي وتكون منتمي للنادي الاهلي. دايما هتتبسط، دايما هتكون مبسوط، دايما هتسمع اخبار سعيدة، دايما هتشوف حاجات تفخر بيها، ولك يعني الشرف والفخر ان انت اهلاوي. عزيزي المشجع الاهلاوي الجميل، ما تنساش اللايك والفولو ده عمل اللي حبيبك اخوك محمد محسن بقى، واستنى مني كل جديد. سلام يا ريس.